أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المشاهدين في هذا اللقاء الخاص. بالرغم من أن مقاطعة الجزيرة تشهد انتصارات كبيرة على التنظيم الإرهابي داعش، إلا أن هناك هجمات إعلامية من بعض القوى التي تدعي المعارضة كالائتلاف السوري محاولة تشويه مكتسبات الشعوب في المنطقة، بالتزامن مع انعقاد المؤتمرات المعنية بالأزمة السورية وارتفاع وتيرة الخطاب التقسيمي للمنطقة. كل هذه الأمور والقضايا نناقشها مع حضرة الشيخ حميدي دهام الهادي، الحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة. حضرة الشيخ، شكرا على هذه الاستضافة. حياكم الله. حياكم الله. بالبداية حضرة الشيخ، في الآونة الأخيرة تشهد مقاطعة الجزيرة كما قلنا انتصارات كبيرة، ولكن بالجانب الآخر في العراق وفي سوريا هناك حشود وجيوش تنهار أمام هذا التنظيم. برأيك لماذا؟ بسم الله وعلى الله. لا أدري بالضبط لماذا، لكن دليل هناك في وحدة حال بين مكونات المنطقة، وهناك قيادة على ما يبدو صادقة مع أرضها ومع بعضها البعض، وكان له ثبات أكثر وكان له قوة أكثر، والاختراقات على ما يبدو عندنا ضعيفة، يعني لم نخترق. وأيضا معلش هو الكلام قد يكون رخيص، لا نقبل الرشاوي في المنطقة، يعني الخيانة لا توجد طالما في هناك رفض للأمور الفساد، فبهالحالة لا توجد خيانة. فقلة الخيانة والإصرار والتلاحم كلهن شكلا هذا القوة إن شاء الله، وهي توفيق من الله إن شاء الله. نعم، لكن لماذا هذه الجيوش حضرة الشيخ انهارت يعني بعتادها، طائراتها، حتى تكويناتها المختلفة، يعني كما حصل في محافظة الأنبار انهارت يعني بسرعة. هناك مسؤول أمريكي صرح بأن المشكلة في الإرادة، وأيضا في الجانب السوري أيضا تدمر، لا نعرف يعني هل هي سلمت أم أن الجيش ليس له القدرة على هذا التنظيم. يعني هل بالفعل هذا التنظيم له قدرة على أن يدخل في أي بلد؟ والله أستاذ، بالحقيقة احنا نشعر أن هناك لعبة دولية كبرى وتسير هكذا أمور، يعني والمنفذين يعني مرتبطين، نشعر في موقع واحد، يعني كأنما التوجيه يعني ضمن مخطط متفق عليه أو على مسبقة الصنع، يعني في بعض الحالات وليس كل الحالات، يعني هذا ما نرتئيه، يعني في لسرعة الانهيارات أو لسرعة التبديلات التي تطرأ. احنا لحد الآن ما نشعر أن هناك في حرب، هناك في فوضى، هناك في أمر مجهول يلعب بنا، يلعب في منطقتنا، كان في سوريا والعراق، وعمله خلق يعني كل الحياة السيئة من قتل وتدمير وأذى وتفرقة الناس بالناس وقتل الناس بالناس. يعني هناك شيء من الفوضى. الحروب ليس هكذا الحروب، نعم في دبابات وفي طيران وفي رشاشات وفي رجال عم بتقاتل، بس الحرب هذا جديدة علينا. هذا حرب في القرى وحرب في الصحارى وحرب يعني ما له هدف واضح، ويكون صديقنا اليوم وبعد يومين نشوف هؤلاء الأصدقاء تحاربوا، وكانما في غنائم تتقاسم، يعني ومرات على غنائم ومرات تطبيق اللي مشروع قد يكون عالمي. يعني مرات نشعر أن هناك في مشروع عالمي متفق عليه، وهذه المتحاربين يدركون هذا المشروع ويعملون لكسب الوقت أو لكسب الأرض بانتظار تنفيذ هذا المشروع الموافق عليه العالمية لهذا المشروع. نعم. نعم. حضرة الحاكم، الانتصارات التي جرت الآن في الجزيرة وما زالت مستمرة، نعم. هل لدور انتصار كوباني في ذلك؟ كوباني شغلة كبيرة. شلون كوباني؟ أول وحدة اللي تفضلت عليها الإرادة، أشبعنا إرادة، أشبعنا قوة، أشبعنا اعتداد بالنفس، أشبعنا ثقة بأنفسنا، أشبعنا ثقة الحقيقة يعني بأخوتنا الأكراد، يعني عالية. يعني هذا ما فينا ننكر، يعني اللي حدث غير عادي، ولا شك
خزن بنا أمور يعني من الإرادة ومن المقدرة على التضحية. يعني هو درس يعني درس بكامل مواصفات الدرس. كيف تقيمون دور المرأة المقاتلة هناك في كوباني؟ والله بالنسبة لإخواننا لا نميز حنا بين المرأة والرجل، هم حقيقة في خندق واحد والبطولة واحدة، ويعني في شيء يعني غريب حنا كنا لا نعرفه، بس نفس الإرادة نفس القوة نفس السيطرة، وهذا يعني ظاهرة يعني كبيرة يعني ستنتصر. الذين يملكون هكذا إرادة ينتصرون حتما. برأيك حضرة الحاكم، ما هي أبعاد طرد التنظيم من المنطقة في أوساط الشعب وعلاقاته، لا سيما أن أغلب المكونات كانت مشاركة في هذه الانتصارات؟ والله أظن كلكم شفتوها على أرض الواقع. الشعب فرح، الشعب سجين وخرج من السجن يشعر مضطهد وجاء هامش حرية كبير. يعني هو بس أنه أثناء المعارك وما بعد المعارك تصير بعض الشبهات، تصير بعض المشاكل أو بعض الخوف يعني عند المواطنين اللي كانوا تحت فئة من الناس، يصير عندهم شيء من الخوف. لكن عندما يطمئنون نحن نشعر الفرحة في نسائهم في أطفالهم في رجالهم. الشعب شلون كيف ما لا يفرح؟ سجين ويخرج إلى الحرية كيف لا يفرح؟ فكل المنطقة والشعوب التي نالت حريته هي فرحة ومؤيدة أيضا يعني. ولو الظروف تسمح يمكن كانت أو ستكون أكيد مقاتلة لو حدث شيء آخر. هل ستزيد حضرة الشيخ هذا الانتصار، هل سيزيد من رابط الأخوة بين المكونات، أم أن هناك الجهة الصامتة ستبقى صامتة وتكتفي بالنهي عن النفس، أم أنها ستشارك أيضا في هذه المكتسبات في الأيام القادمة أو في المدى البعيد؟ والله يا أخي الموضوع كل المكونات تتوقع يعني لها دور. الدور الأول طبعا للأكراد، ما فيني أنكر هذا، ولو أنت يمكن ما تريد أن أقول هذا الكلام لكن حقيقة الأمر هكذا. وإخوانهم العرب يعني والمسيحيين والموجودين كلهم واليزيديين كلهم شركاء في هذه الأدوار. حتى اللي ما يحضر منهم هو مرتبط بهذا الحدث ولو دعي لأن وجد بالساحة يعني. حضرتكم إذا تقولون أن هذه المكتسبات والتقدم ليس إلا بتكاتف هذه المكونات وتضامنها مع بعض. نعم. ولكن هناك بعض القوى المعارضة حضرة الحاكم كالائتلاف الوطني تتهم وحدات حماية الشعب والقوى المساندة لها بأنها تقوم بعمليات تهجير وقتل وسلب إلى ما هنالك. ما هو ردكم في هذا السياق؟ والله أنا أكرر كلام قلته أيضا سابقا، الموضوع ليس قتال بين العرب والأكراد. الائتلاف على ما يبدو هو يسمع أخبار يمكن من مصادر ملزم أن يقولها. نحن في أرض الواقع وليس من أخلاقية حماية الشعب العمل هذا الذي يتهمون به، ونحن مطلعين ولو رأينا من هذا لاحتجينا نحن قبل الائتلاف على هذا. يعني أصلا هو مو من أخلاقيتهم أو مو خلال هذه السنتين الثلاث اللي شفناه لا يوجد من الذين يقولون شيئا. لكن لو حصل لا سمح الله لكننا نحن مطلوب منا نعارض قبل الائتلاف. أول وحدة الائتلاف بعيد عن هذا الأمر، ويا ليتهم يكونون معنا في بعض الأمور يجون لعندنا يطلعون يعني مثل ما قلنا أيضا كلام على ما يبدو مكرر أنا أكرره. حنا الأخلاق عندنا قبل الانتصار، قبل من انتصارنا اننا اخلاقيون في الحرب. يعني لن نكون ابدا الا اخلاقيين. ولكن هم لماذا يعني يخافون من هذا التقارب اذا صح الامر الكردي العربي او اللحمه الكرديه العربيه بما في ذلك الاخوه السوريان؟ يعني لماذا يخافون من هذه اللحمه وهم يدعون بانهم يريدون سوريا متعدده، سوريا ديمقراطيه؟ انا ما اقول الائتلاف، كل من يدس على الاكراد ضد العرب هو يرغب في صراع عربي كردي، وهذا الصراع لن يحصل ونحن موجودين. الأكراد أكثر وعي من ما يريدون، ما أقصد اللي في السلطة أبد، حتى الأكراد العاديين، والعرب أيضا حتى رعاة الغنم هم أكثر وعيا مما يريدون. لن يكون هناك صراعا كرديا عربيا، وليس قتال الأكراد هو من أجل صراع عربي كردي. الأكراد بالعكس مدافعين عن أبناء المنطقة، والموجودين الآخرين هم دفاع عن أبناء المنطقة. لا يوجد عندنا دفاع عن شريحة معينة
أو عن قوية معينة أو عن أرض معينة. حنا ندافع عن ديارنا وعن أهلنا اللي هم نشعر في خطر على كرامتهم وعلى ممتلكاتهم وعلى أرواحهم. نعم. نعم. نرى أن الائتلاف أو كما قلت أنت لا تريد أن تسميهم هم بالاسم، ولكنهم أصبح سياستهم فقط موجهة إلى المناطق الإدارة الذاتية، يعني تركوا كل سوريا، تركوا درعا وحمص وإلى ما هنالك وتوجهوا إليكم. برأيك حضرة الحاكم يعني هم يخدمون من؟ هل يخدمون الشعب السوري أم يخدمون من يعني؟ والله أخي، اللي يخدم الشعب السوري ما يقعد بالفنادق 5 نجوم حقيقة. الشعب السوري هو الآن يعيش نار ودمار من أوله إلى آخره. فالسوري اللي يريد يدافع عن سوريا أو يدافع عن أهل سوريا عليه أن يكون في سوريا، يدافع عن سوريا. والدفاع دفاعين، هناك دفاع بالبندقية وهناك دفاع بالحوار كما يعرضه العالم بين الائتلاف وبين الدولة. فيذهبون إلى الحوار أو يأتون عندنا ليقاتلوا. يعني بالفنادق ومعارضة هم لا يدرون بشيء حقيقة يعني. وبعدين احنا يعني ننتقد اخواننا بالمعارضة مع أن نحترمهم يعني، بس ما هكذا تورد الإبل يعني. نحن الآن سوريا تستعر في نار لها أكثر من 4-5 سنوات وأنت قاعد. وبعدين لو مرة طالعين وشايفينهم مو مسرحين شعرهم انبسطنا، نقول كان والله قاعد من النوم بسرعة. فيطلع بقيافة كاملة وحنا بعضنا ما يشبع ما يحلو. أمر عجيب غريب يعني. صحيح. وبعدين اللي يتحدث باسم الناس يجب أن يمثل الناس. هذا الائتلاف لن نرى منه يعني شيئا ساعد في مجال حتى المعيشة يا أخي. فكلامهم طبعا هو تقارير وهواتف من الخارج، يمكن يخبرونهم الناس المضادين باسمنا وباسمك، يقولوا أعلقوا بيتي ولا ذبحوا زلمي، وهو يعتبره كلمة جميلة. والتهمة فقط على الأكراد، حصرا الأكراد. يعني الغاية لأن هذا التلاحم العربي الكردي على ما يبدو سجل انتصارات، وهذه الانتصارات أزعجتهم، ولماذا لا ندري لماذا. إذن هم قد يريدون القول بأن داعش هي بريئة من هذه الأعمال التي في المعارك الحاصلة الآن في المقاطعة. وهل فعلا داعش هي لا تقوم بالحرق والسبي والقتل؟ يعني هل فعلا بريئة داعش أنها هي لا تلغم البيوت أو لا تترك ألغام أو هذا يعني الكلام إذا هم يقولونه إذن هم تأتيهم الأخبار من داعش فقط، يعني لا من مراسلين لهم ولا من اطلاعهم، تأتيهم بمعنى من داعش. طالما يبرون ما نسميه داعش إخواننا الإسلاميين هذولا، إذا يبرونهم من هذا الأمر إذن هم يأخذون الأخبار من تلك المنظمة الموجودة. نعم. في بيان لوحدات حماية الشعب حضرة الشيخ قال أن الائتلاف يخدم مصالح بعض الدول الخارجية، وأنتم كحاكم لمقاطعة الجزيرة بماذا تناشدون تلك الدول؟ هل بالفعل مناطق الإدارة الذاتية تشكل خطر عليها أو على حتى الداخل السوري مثلا؟ والله نحن لا نشكل خطر على أحد، نحن نريد نحامي أنفسنا ومواطنينا وكرامتنا. أي يتهمون كما يتهمون بإحراق البيوت أو بالأمور هذه. نحن لا نملك الضرر إطلاقا لا للدول الجوار ولا لسوريا. نحن نريد حماية أنفسنا ونريد سوريا واحدة ونريد أن تستقر الأمور. ولا شك هناك يعني مآخذ، وهناك لو صارت حوارات والحلول موجودة إذا رغبت الأطراف في حلول، لكن المستفيد الغير منظر هو لا يرغب حل الأمور. أنتم بماذا تناشدون تلك الدول حضرة الشيخ؟ يعني نعم، يعني الدول التي قد تسمع من الائتلاف، أنتم ماذا تقولون؟ يعني ما هي الحقيقة تجري هنا الآن؟ الدول التي تقول نعم الدول التي قد تخدم الائتلاف، يعني أنتم ماذا تناشدون؟ ما هي الحقيقة التي والله تجري؟ والله أخي شيء معروف عند الجميع. الدول لها أجندة وتدعم من يعمل لأجندتها. يعني حتى اللي ما تخدم لأجندته ما يستقبلك. الناس هاي عايشة أيضا في دولار وفي خدمة وفي دلال وفي ترف يعني في أمور يعني، فلا بد من خدمة أجندة من يدفع تلك التكاليف يعني. وحنا مو ضد أن تندفع، وحنا مو بهذا الدرجة يعني من الصغر حتى نفكر بهذا. حنا نتمنى على الائتلاف أن لا يصرح بشيء إن لم يتأكد هو منه، وعليهم أن يخلصوا لبلدهم. أنا أمنهم بالله أن يخلصوا لبلدهم.
الإخلاص للبلد عليه أنه يطلع على واقع البلد ومواطني هذا البلد، ونحن من مواطني هذا البلد لم نرى وجه واحد منهم ولو باتصال هاتفي. لم يسألوا عن هذه الناس كيف تعمل، هم يسألون ماذا قال فلان أو وزير خارجية الدولة الفلانية، أو نسافر في الدولة الفلانية أو نسوي مؤتمر الفلاني. هذا الأمر لا يعني الانهيار في سوريا بشيء، هذا لن ينقذ الأمور الموجودة في سوريا. اللي ينقذ فقط هو تآلف أبناء سوريا، مصداقية أبناء سوريا بينهم، أن يجلسون يتحدثون. يا أخي لا يجلسون مع النظام، يجلسون معنا نحن. نحن الموجودين في البلد يجون على الإدارة الذاتية يحكون معنا، وأنتم أقرب يقولون لنا أنتم غلط يا أخي. نعم. يعني إذا أنت تدعوهم يعني نعم يزوروا إلى المقاطعة، يعني طالما شايفيننا غلط حتى يعني كي يطلعون فقط على الحقيقة. هم ناس واعين ومدركين، وهم يعني في منهم. هل بالفعل حضرة الشيخ يستطيعون القدوم؟ هم نعم. يستطيعون القدوم؟ هل بالفعل يستطيعون القدوم إلى هنا إلى المقاطعة هم بحريتهم؟ أبد بحريتهم وحياهم الله. وحتى ما خلي أحد يستقبلهم إلا أنا، نطلع لهم ونحطهم بعيوننا بعد. نعم. يمكن ما عندنا الفنادق اللي يريدونه، بس نوفر لهم نوم أحسن من نومتنا يعني. نعم. بالتطرق إلى علاقتكم الآن حضرة الشيخ مع الخارج، لا سيما أن هناك وفود عالمية وبرلمانية زارتكم، إلى أي مدى وصلت وما هي نظرتهم حول الإدارة الذاتية؟ والله احنا نسعى وما زلنا نسعى وسنستمر نسعى، بس تظل البلدان لها أيضا مصالحها ولها يعني أغراضها فيما يحدث. بس الحقيقة مطلوب من المنطقة بشكل عام وخصوصا سوريا والعراق، يعني معلش أقول كلمة يمكن خارج سؤالك، وخصوصا أبناء القبائل والعشائر، أن يستعجلوا بالتمامهم وانضباطهم وخلق إرادة وخلق خطة عملية يدعمها الإيثار والتضحية لإنقاذ أهلنا وبلداننا، وجزاهم الله خير. الوقت ما يسمح، والوقت لا يعني ما نقبل يظل مسيطر الإعلام علينا، وعشقنا للإعلام لن يرفع عننا ما يحدث بنا. شاشات التلفزيون لن ترفع عننا شيئا، وحتى العالم لو راد يرفع عننا كل هذه المظاهر لن يرفعها إن لم نكن نحن متحابين أو آمنا بسلام بيننا. يعني هم قادرين يفتنوننا، وبعدين إخواننا يعني مرات يحاولون قوميا ومرات يحاولون طائفيا. المهم أن هذه الفتنة وهذه النار تظل مستعرة. نحن نستطيع أن نفكر في سوريا، بس الآن اهتمامنا هو في الجزيرة الحقيقة. وفي الجزيرة وفي العراق يهمنا كثير أيضا موضوع أهلنا في العراق. إن شاء الله أن يتجنبون الخنادق التي حفرت لهم، وهي خندقين مهمين، الخندق القومي ودفعنا ثمنه سابقا، والخندق أيضا الطائفي اللي جاي يخلقونه لنا الآن. نحن نريد أن نترفع عن هذا الأمر ونشوف مصلحتنا وين ونتجه على هذه المصلحة. نعم. البعض يقول بأن قبيلة شمر هي الوحيدة التي تساند وحدات حماية الشعب، وأنهم يقومون مع بعض باضطهاد بقية القبائل، وأن المكون العربي لا يمثل كثيرا في الإدارة الذاتية، يريدون حصر المكون العربي فقط بشخصكم أي قبيلة شمر. كيف تردون على ذلك؟ والله أنا أقول بشخصي موافق، لأن أنا أمثل العرب والعرب بيعرفون هذا. أما شمر لا، حنا مو شمر فقط، حنا شمر، حنا طي، حنا جبور، حنا البقارة، حنا العقيدات، حنا كل قبائل الجزيرة بدون استثناء، وحنا لهم، وحنا مو بس نمثلهم، هم أيضا يمثلوننا. نحن لا يمكن أن نكون اثنين في هذا الظرف. نعم. يعني مرحلة الجهل هذه أنه كل واحد عشيرة وشيخ وبيتقاتل بيننا هي راحت. وإذا كنا في هذه العقلية مفروض نتدمر، خليه يجينا اللي يدمرنا يدمرنا. نحن أكبر من هذا المستوى. نحن مستوانا الآن، أنا موجود في الإدارة الذاتية، يعني العرب موجودين في الإدارة الذاتية، وهناك منتقدين لابد من منتقدين، واللي عنده انتقاد يعني واقعي أو نقد بناء أيضا مثل الائتلاف نقوله تعال يا أخي، وإذا ما تيجي خبرنا نجي عليك وعلمنا على خطأاتنا كي نتجنبها. أما إن لم نخطئ فتعال معنا وساعدنا، وأتوقع إذا احتجناهم كلهم موجودين لمساعدتنا، وما أتوقع عندنا معارضين بالعشائر على وضعنا أبد. نعم. لا أشخاص هذه لها ارتباطات، في أشخاص لهم ارتباطات يعارضون على ما نحن عليه، لكن الارتباطاتهم في وطنهم وفي أهلهم وفي مستقبل أجيالهم. ما أعتقد هناك معارضة، وأنا لحد الآن ما سمعت معارضة من أي واحد من أكابر العرب، لا في سوريا ولا خارج سوريا. نعم.
نعم. أبوابكم مفتوحة أمام جميع القبائل إذن؟ بلا شك بلا نعم. شك. شلون؟ نعم. يعني أنا أعتبر وجودي أمثل، وأعتبر ما في أحد غايب، وإخواني اللي هم شيوخ القبائل هم بالشام ويسافرون برا في أكثر أحيان يقولون احنا أيضا نحكي بالنيابة عني، ولهم هذا أيضا، هم يتكلمون بالنيابة عني ويمثلوني. نعم. احنا نمثل بعضنا، كيف لا؟ مصلحتنا واحدة أخي، ما عندنا مصلحتين. ناس صحيح. تريد تدمر بلادنا، وتريد تنهب أموالنا، وتريد تنتهك أعراضنا، وتريد ما تريد، بغض النظر الإسلاميين أو غيرهم. حنا من يأتي لإهانتنا أو يخلع كرامتنا عننا سنقاتله، إن كنا كراد ولا عرب ولا مسيحية ولا زيدية، كيف ما نكون. شعب الجزيرة يريد كرامته، يريد حقوقه، يريد يكون يعيش بحرية ومحبة وسلام، هذا اللي يريده، ما يريد شيء آخر. فمنه العروبي اللي يرفض هذا يعني. بالنسبة لقوات الصناديد حضرة الشيخ، هل هي قوات تتبع للقبيلة فقط أم أنها مخولة أن تدخل كل المعارك؟ لا يا أخي، في المنطقة؟ لا، قوات الصناديد احنا سميناها الصناديد تعني الرجال الأشداء. نعم. وأي رجل، احنا كثير من عسكرنا من طي ومن الجبور ومن من كثير من القبائل اللي حولنا، وشرابيين وموجود بين، ليس شمر بس، شمر هي اللي بدأت وهي الموجودة، كانت سباقة. نعم. وهي اللي تقوده يعني، باعتبار أنا موجود أو بالأحرى قادته موجودين، لكن لا يعني أنه ما فيها، لا بالعكس. داعش الآن باتت تسيطر على أكثر من نصف سوريا، لا سيما بعد سقوط مدينة تدمر الأثرية مؤخرا، في ظل ارتفاع لهجة الخطاب التقسيمي للمنطقة. أنتم لديكم مشروع حل ديمقراطي في سوريا. نعم. في ظل انعدام الرؤى والمشاريع من أجل الحل فيها، ما هو دوركم؟ والله يا أستاذ، احنا مقدرتنا ومشاريعنا التي نمتلكها أو نتوقع أن قادرين عليها تريد دعم من رجل قيادي، يعني من حاكم، قصدي يعني من سلطة ما. احنا قلنا أيضا يعني احنا يلزمنا حاكم حكيم يحمل الحكمة ويسمعنا، نوقف ورانا، يعني قوة ما تقف ورانا، احنا اتوقع قادرين نفرض سلاما في المنطقة ان شاء الله. إن شاء الله. من الواضح أيضا ارتفاع وتيرة الخطاب التقسيمي للمنطقة. نسمع في الأخبار ونقرأ الصحف أن هناك مشروع لتقسيم المنطقة. أنتم كإدارة ذاتية إذا ما سنحت لكم فرصة الانفصال، هل أنتم مستعدون للانفصال عن سوريا بالفعل؟ استاذ، التقسيم والوحدة في كل منطقتنا ليس في يد أبنائها، هذه في يد إدارات عليا، يعني مشان ما نخدع بعضنا، هم قادرين يجزئون وقادرين يجمعون. يعني نحن لا نملك هذه الرغبة بهذا الأمر، لكن إن رادوا قطعونا قبل اليوم، قطعونا في القرن الماضي يعني، وأحرموا الأكراد من دولة وهم شعب من هذه الشعوب الموجودة. فأصحاب القرار في هذه الأمور ليس نحن بس. حتى إذا كان هناك انفصال أو فيدرالية معينة، هذه الفيدرالية حتى نوصل له، أو هذا التقسيم حتى نوصل له، هذا يريد عشرات السنين. والناس الآن جاي تحرق بالنار، الناس الآن تقتل وتهدم وتهجر. يعني حتى لو في أي شيء من هذا النوع، هو ليس غدا وبعد غد، هذا مجاله طويل، بده ياخذ إجراءاته دوليا، يعني بده عشرات السنين حتى يكمل. فنحن نظل يعني على النار ونتحمل ما نحن فيه لمدة 30-40 سنة حتى يتم هذا لا يمكن أن يكون هكذا. حنا الآن نحكي ما دون ذلك، كيف نحمي أنفسنا، كيف نحمي بيوتنا، كيف نحمي أعراضنا، كيف نحمي تاريخنا، أخي كيف نحمي إسلامنا أيضا، كيف نحمي أدياننا. كنائس تدمر، جوامع تدمر، نساء تخطف. نعم. يعني نحن في خطر، يعني أقول ما مر على العالم كما هو يحدث اليوم في بلداننا يعني. لكن إن وجدنا حاكما حكيما قادر عنده رغبة في حل مشاكل بلد ما وسوريا بشكل خاص، نحن نملك مشروعا ومسؤولين عن نجاحه بحول الله. حتى يصير عاد موضوع الفيدراليات، يمكن الفيدرالية جزء من الحل، يمكن الفيدرالية هي حلالة مشاكل للمنطقة، لا ندري يعني. بس قصدي نمتلك يعني إقناع للناس ومن حولنا
بأن في مقدرة لحد الآن حنا ليس بالخندق الذي ليس له في نهايات ضوء، لا، في أضواء إذا رغبوا أن نولعها قادرين عليها إن شاء الله. نعم. أمام كل حملات هذه الإعلامية ضد شعوب المنطقة، ضد مكتسباتها، ماذا يقع على عاتق المكونات حضرة الشيخ للوقوف ضد هذه الحملات؟ يعني إلى الآن هناك بعض الردود أن ما يحصل على الأرض ليس صحيحا، ماذا يتطلب أكثر يعني؟ هم عندهم شغلة واحدة أخي، احنا الحمد لله يمكن أكثر سوريا اطمئنانا وراحة، يمكن أكثر سوريا قادرين نمارس حياتنا شبه الطبيعية. عندهم هالمأخذ الوحيد اللي احنا نعتبره ضرورة وهم يعتبروا مخذان، التلاحم الكردي العربي. هذا أنا عندي كانت قاعدة، كرد زائد عربي يساوي نصر، يعني باستمرار. وهذا أنا طبعا من 1000 سنة إلى الآن دائما عندما نتلاحم يكون انتصار، يعني هذا شيء تاريخي وجربناه بالآونة الأخيرة. فنحن لأن نحقق هذا، الناس مشبعة بالعداء القومي الذي زرع من قبل، فيحبون يثيرون دائما إخواننا الخارجيين، يثيرون بيننا، يعني يتصورون أنه الشعب لسه وقانع على الصراع القومي اللي كان موجود بالستينات. هذا غير موجود الآن. الناس تعيش تلاحم، تعيش محبة، تعيش مع التاريخ القديم ومع الرؤية لمستقبل زاهر إن شاء الله. نعم. على اعتباركم زعيم قبائل شمر في الوطن العربي والعالم، هل لديكم رؤية لحل القضايا العالقة في الشرق الأوسط كقبائل؟ والله يا أخي الكريم ما أعرف ايش أقول لك. أنا نعم شمري وينطوني دور مميز إن شاء الله، بس أنا قبلي بالمطلق، وعلاقاتي قبلية في كل أنحاء التواجد القبلي بما فيها القبائل الكردي أيضا والعربي. يعني أنا زائر الجميع وأعرف الجميع، وأخواننا العرب في أفريقيا ولا آسيا كلنا خلطة معهم. لو أتيح لنا دور للقبائل أن تلعب دور إعادة الاستقرار في المنطقة، أتصور نحن قادرين على هذا. يعني ما عندنا يأس أن لا نستطيع أن نفعل شيئا، لا، نحن ما زلنا قادرين أن نفعل شيئا. ما أقول على مستوى الشرق الأوسط، لكن في المنطقة العربية قولا واحدا نحن نملك هذه المقدرة، أو نظن بأنفسنا هكذا. ولكن عندنا من الأصل الحاكم لا يؤمن بعقلية شعبه ولا مواطنه، هو دائما يخاطب الغرب، والغرب المسكين كمان احنا ما عاد نريده، لأنه صارت علاقته مع الحكام وليس مع الشعوب. هو المهم الحاكم يورد نفط زين أو الحاكم يوافق على قراراته، فصارت علاقات فوقية عن الشعوب. ولذلك انخلقت هذه المنظمات وانخلقت هذه الأزمات، لأن صار في تجاهل للشعوب كامل من قبل الحاكم وحاكم الحاكم. نعم. كما قلت، إذن هناك أهمية كبيرة في الحل تقع على عاتق القبائل. نعم. وكونه الشرق الأوسط بالأساس مبني على القبائل، سواء كانت كردية أو عربية إلى ما هنالك. ماذا يقع على عاتقكم الآن من أجل تعزيز هذا المفهوم، يعني من أجل لم شمل هذه القبائل، أو للجلوس معهم، لشرح الوضع معهم؟ نعم. هذا بده دولة يا أستاذي حتى نقدر عليه. بدنا دولة تقنع بفكرنا وتدعمنا. يعني ولكن متعايشون مع بعض، يعني كيف؟ أنا هناك بالجزيرة احنا قادرين على هذا معاكم، قادرين نعمل هذا بالجزيرة وسنعمله، وأتوقع تجاوزنا 70% منه الآن في منطقتنا يعني. لكن على أوسع من منطقتنا يريد دولة أن تقف وراءنا لهذا الموضوع. يعني ليس بمقدورنا أن نقف وراء موضوع حل مشاكل المنطقة، مو الجزيرة مو سوريا، أكبر من ذلك يعني والعراق وسوريا بالنسبة لنا وأنا شخصيا يهمني مساواة، يعني بمستوى واحد، لأن قبيلتنا وقبائلنا ثقلها في سوريا والعراق، يعني حنا موجودين وحنا أخوان. وكان عندي أنا رؤية للتكتل القبلي قديمة يعني، وحاولنا نسوي برلمان قبلي يعني قديم للظروف القادمة. هاي بالتسعينات كان تفكيرنا ذلك، ولم نوفق يعني بسبب أيضا عدم مقدرتنا لهذا الأمر. الآن المنطقة صارت في ورطة كبيرة جدا، وهي تعيش الفوضى اللي أنت تعرفها وأنا عارفها،
واللي انتقلت من خلاقة إلى عملاقة يعني، ضربت أطنابها في أقصى الأرض. إذا ما يكون هناك حاكما يعني ما أدري من هو الحاكم يعني اللي يقف إلى جانبنا أو يشجعنا على هذا، سنظل يعني بجزيرتنا وندافع عن جزيرتنا. وإذا استطعنا أن نشارك في استقرار سوريا، هاي بدون دولة نقدر احنا نشارك في استقرار سوريا. يعني عذرا حضرة الشيخ، لماذا أنتم بحاجة إلى دولة أو سند قوي كما قلت لكي يجمعكم أنتم كقبائل؟ يعني كيف لديكم شلون يجيني ابن عمان لهناته إذا ما يستقبلوا الطيران السوري أو ما يقدر يجي من الشام للجزيرة؟ كيف يأتي الثاني يريد يسوي مؤتمر ببيروت مثلا أو مؤتمر بلندن حتى نجتمع أو بمكان ما، هذا المؤتمر يريد أشخاص ويريد طيران ويريد استقبال ويريد نزلاء يعني. هل أرسلتم لهم دعاوي حضرة الشيخ؟ نعم. هل أرسلتم دعاوي لا والله لا. لماذا؟ لن نستطيع إذا ما نمتلك المقدرة لاستيعابهم وجلبهم والحديث معهم ومناطق آمنة وملاذ آمن لهذا الأمر. كيف أن نلتقي؟ أنا التقيت معهم بالتسعينات وكنت أحذر أنه الفئة القادمة هي دمار المنطقة، وقد منهم ما قدر يصدقنا يعني. فطلبت أنه الخندق الأخير، سميت القبائل الخندق الأخير. المشاريع فشلت، المشاريع القومية والمشاريع الإسلامية على أبواب الفشل يعني. فعندنا المشروع القبلي ليس هو الأفضل بس هو المتاح وهو المنقذ دائما، فسميت البداوة المنقذة. فلنرجع إلى قبيلتنا لننقذ ديارنا، لننقذ إمكانياتنا. وكلمة القبائل تشمل الكردي والعربي والبشتوني والفارسي، تشمل الجميع، كلنا أبناء قبائل بالحقيقة يعني. فشلت القبائل بإدارة القبيلة لأن ما قدرت تنقل من موضوع مؤسسة اجتماعية إلى سياسية. يعني لو انتقلت من البداية يعني من أيام سايس بيكو إلى السياسية لكانت القبيلة قادرة على كل شيء، لكن ظلت مؤسسة اجتماعية والسياسيين صاروا أشخاص شكلوا أحزاب وبدأوا مسيرة كي لا تظل منطقة بدون سياسة يعني. ففشلت القبيلة. الآن القبيلة وعت الدور هذا وهي ارتقت الآن إلى المستوى السياسي، ولعدم مشروع سياسي علمي موجود عنده كثير منهم لجأ إلى المشاريع الإسلامية، لأن هو شاف هو بحاجة تنظيم، فالتنظيم هذا ما قبله، والتنظيم القبلي هو استيأس منه فذهب إلى تنظيمات أخرى. نعم. فتفلكشت هيكلة القبيلة. إلا عندنا الحمد لله عامرة. أنا شمري في نجد، أنا شمري في سوريا، أنا شمري في العراق، أنا شمري في اليمن، شمري في تونس. يعني ما زلنا نحن نتواصل. إخواننا الآن شمر في سوريا من الجولان إلى تلكوشر، كلهم في صلة معنا يعني وفي علاقة معنا. لن نمارس نشاطا واحدا لأن لهم ظروفهم ولنا ظروفنا، بس لو أتيح لنا أن نكلف بمشروع إنقاذ سوريا أو لنا دور بهذا لشفت الصوت ينطلق من آخر سوريا إلى من أولها إلى آخرها إن شاء الله. نعم. نظرتكم إلى المنطقة إلى أين تذهب حضرة الشيخ؟ والله كان نظرتنا يائسة قبل انتصاراتنا أو بالأحرى قبل تجمعنا أو قبل ما استطعنا أن نفعله من تلملم المكونات في الجزيرة بشكل واعي ومدرك، واعتمدنا على أهلنا وعلى رجالنا. لا الآن يعني الأمل صار كبير جدا يعني. بس حنا ما يهمنا حقيقة فقط الجزيرة، كان يهمنا ما هو أكبر من ذلك. كان همنا بلدنا سوريا كله، فإن لم نستطع فجزيرتنا. ولذلك لي مقالة يعني في جريدة الصناديد: سوريا وطني والجزيرة موطني. فالحين احنا مع الموطن، فإذا أتاحت لنا فرصة أن نكون على وطني، لا والله نحن لها وقادرين عليها وبنفس مكوناتنا سنخلق المستحيل. واللي حدث بالجزيرة المفروض يكون أمثولة للدول. والله نجاحه يجب أن تؤخذ بها. الإدارة الذاتية يجب أن يكون جزء من حل المشاكل في المنطقة وليس في سوريا فقط. نعم. لأن ليس له ضررا، بالعكس هو نعتبره فاتحة خير يعني. فاتحة خير، لو في ضرر كنا عالجناه أيضا. احنا لا نسكت على الأخطاء. نعم. ونستحي أن نداري الأخطاء أبد. نعم. حضرة الشيخ، بات الوقت يداهمنا، كلمة أخيرة تقولها للمكونات المتعايشة هنا وليست هنا في سوريا أيضا وإلى العالم. والله على مستوى الجزيرة كلامي مكرر عندهم يوميا:
الحفاظ على محبتنا وتماسكنا، ونسكر آذاننا عن كل الأصوات التي تلف من حولنا. وحنا غنيين أن يعني غنيين أنه تأثر بنا هذه الصيحات باتجاهنا. واللي لاحظته يعني بعد هالتصريحات وهالهجمة الموجودة، نحن لا نميز ولا في إمكاننا نميز ولا نسمح أن نميز بين مواطن ومواطن في الجزيرة، لا بدينه ولا بقوميته ولا بشكله. نحن مواطنين، الإدارة الذاتية جزء من سوريا، وعلينا أن نصمد لاحترام أنفسنا، للحفاظ على كرامتنا، وإذا اتاحت لنا الفرصة فلنستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، وإن شاء الله يكون على مستوى الشرق الأوسط. لا يسعني إلا أن أشكرك حضرة الشيخ حميدي دهام الهادي، الحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة. شكرا لك. حفظك الله أخي، شكرا لكم وشكرا لفضائيتكم. كما أشكركم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.